واتساب جايز، محمود زهير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من محمود على الحدود. وصلنا البلد رقم 24 هولندا، وبالتحديد من العاصمة أمستردام. قبل ما نبدو الفلوج، أهم حاجة الفيديو هذا ماهوش تشجيع على استهلاك أي أنواع من المخدرات، أي أنواع من المواد الكحولية، وأي أنواع من السياحة الجنسية أو غيرها. الفيديو هذا باش نمحو الخرافة متاع كل شيء مباح في أمستردام وكل شيء مباح في البلايص الكل، وتتفرجوا للآخر. أمستردام من أكثر العواصم المعروفة في العالم بسياحة المحظور أو سياحة المخدرات والسياحة الجنسية. أما فما فرق كبير بين أمستردام اللي تحكي عليها في القهوة التونسية، معناها تقعد واحدة في القهوة يدي ريت في هولندا، ريت في أمستردام السطل مطيجة تتكيف لين تموت صاحبي، واللي هنا باخذينا فهمتني في طرف بوخمسة. وفرق بين أمستردام بالحق هي شنية فيها. لكن احنا اليوم باش نشوفوا أمستردام الحمراء اللي هي سياحة المحظور بلوز او موان. شنو هي القوانين اللي موجوده، شنو هي القوانين اللي ماهيش موجوده. لهنا فما برشا توليرنس بالرغم اللي فما قوانين موجوده تمنع الحاجات هذيك. Don't buy drugs. السياح اللي هنا في امستردام ردوا الحياه نتاع المواطنين الهولنديين صعيبه على الاخر. هذاك علاش القوانين في هولندا وخاصه في امستردام واضحه وصريحه وموجوده في الساحات العامه وموجوده على الجسور. مثلا 100 اورو خطيه كاين تشرب في الطريق العام، ما عندكش الحق في امستردام تعمل بابليك درينكينج، ما عندكش الحق تهز دبوزه فيها الكول. كيما في تونس عندنا مثلا السكر في الطريق العام يتعاقب عليه القانون. والحقيقه كانت معلومه غريبه شوي بالنسبه لي، خاطر كيما نسمعوا الناس الكل كل شيء مسيب في هولندا، كل شيء مسيب، كل شيء مسيب، فوضى فوضى فوضى. طلعت ماهيش فوضى، طلعت منظمه على الاخر، وطلع عندهم الحق. خاطر العباد كي يعملوا بابليك درينكينج يخلوا الوسخ نتاعهم في الكياس، يطيشوا كل شيء في القاعه، وامستردام يوم غدوه تصبح مسخه. والهولنديين اللي يسكنوا في امستردام ضروا منها على الاخر الحكايه هذيك. علاش تعدى القانون ما عندوش برشا. الحاجة الثانية هي الويد في هولندا وخاصة في امستردام. الكنابيس، الماريوانا، is it legal is it not؟ يا اخي جوست هما تولرنت مسيبين هالحكايه، ولا فما قانون يعني يمنع الحاجه دي؟ فما برشا قوانين ومعظمها ما عندهاش حتى معنى، وبرشا منها جوست مطفين عليها الضوء. فما واحده من البلاك مكتوب فيها do not buy drugs from street dealers. عارف فما ديلرز اخرين تشتري منهم هكا ولا اللي هم اسمهم كوفي شوبس والسمارت شوبس. في امستردام عملوا سيف سبيس للي تكيفوا ماريوانا وكل، عملوا لهم حاجه اسمها الكوفي شوبس. هي كافيه عادي كيف اللي عندنا نحن، تطلب كابوسان، تطلب اكسبريس، تطلب اللي تحب انت، وتطلب معاه جونت باش تكيف ويد وماريوانا لداخل. اما ممنوع انك تكيف سيجارو عادي. ما نكيفوش، نكيفو كنزاتله نحن صاحبي الداخل، ما نكيفوش سواقع على المالبورو ولا لا، كيفو كنزاتله صاحبي تاع الرجال. حصيروا يعني نوع جديد من الكافيز، جست يبيعوا يعني الخاوي ويبيعوا الماريوانا. والحاجات الاخرى اللي هي الكافيز، كافيه عادي معناها كافيه يبيع الكول، يبيع كافيه تنجم تكيف فيه دخان عادي، ما تنجمش تكيف فيه ويد. هذاك علاش عملوا سيبريشن بين الزوز باش يخلوا العباد اللي ما يحبوش يكونسوموا ولا يسترشقوا المخدرات يقعدوا وحدهم والاخرين يوحدهم. دوك هذوما زوز انواع تاع الكافيز الموجودين في امستردام، واحده تكيف فيها ويد كهو، واحده تكيف فيها عادي تشرب عادي، يعني تعيش حياتك عباره مواطن اوروبي عادي. وهذاك الفرق بين المدن الاوروبيه الاخرى والعاصمه امستردام. فالعواصم الاخرين تدخل كافيه عادي كيما الكافيه الموجود في امستردام، لكن الكوفي شوبس هي حاجه خاصه فقط بامستردام. تو السؤال، الويد ليجل ولا مش ليجل؟ شويه من الاثنين. المواطن الواحد عنده الحق في 5 جرامات كهو تحت الحوزه نتاعو، الكوفي شوب عنده الحق يستوكي كان 500 جرام. به السؤال تو، الكوفي شوبس عندهم الحق يعملوا معناها كوموند كبيره ب 500 جرام؟ لا، ما عندهمش حق. يعني انت مولا كوفي شوب تحب تستوكي الكوفي شوب نتاعك ب 500 جرام ماكسيموم، لازم تهزهم بالخمسه جرامات بالخمسه جرامات بيرسونيلمون تدخلهم الكوفي شوب نتاعك باش تبيعهم. يقول القايل علاش مادام هم عملوا كوفي شوبس وعطاهم ليسونس باش يحلوا كوفي شوبس، علاش ما يسهلوش لهم الستوكينج نتاع الكوفي شوبس نتاعهم؟ لهنا هولندا ماشيه في طريق انهم يمنعوا الكوفي شوبس. ومن اول ما تحلت حكايه الويد في امستردام حلوا 350 كوفي شوب، توا قعدوا 160 كهو.
علاش؟ خاطر طلعوا لهم برشا قوانين غريبه كيما فاست ستوكينج هذيك. الفازه الاخرى مثلا انك تحل مدرسه بحذا كوفي شوب لازمك تسكر الكوفي شوب هذيك، حتى كان الكوفي شوب حالة من عام 60، مدرسه تحلت 2023 توا تسكر الكوفي شوب على خاطر المخدرات تاثر على الصغار اللي هم تحت 18 سنه وهم يقروا في المدرسه. وامريكا عكس امستردام بالضبط، امريكا مسهله البرودكشن، امريكا مسهله اللارج سكيل اوبريشنز هذوك نتاع الريستوكينج كل شيء. ما في هولندا العكس، مصعبين على الاخر البرودكشن، مصعبين على الاخر كيفاش كوفي شوب يجيب السلعه نتاعو، ومسهلين على الاخر البيوع، البيوع واضح، البيوع سهل، والمواطن ينجم يستهلك ال5 جرامات نتاعو فاسيلمون. والحاجه الثالثه في امستردام هي اقدم من اقدم الخدم في العالم اللي هي البروستيتوشن او الدعاره. لأن شوفوا رومز فور رانت، نساء يقعدوا غادي تفرج في الفيترينات هذوما الحمر، تفرج دي اوفيس 52 حاسيب. هذيك كل بني، هذيك كل من آلاف البنيات اللي تكروا بالليل للنساء. والشارع هذا الكل، الشارع هذا الكل هو اشهر شارع في امستردام واللي هو اسمه الريد لايت ستريت. والشارع هذا معروف عالميا، مش كيف في امستردام وفي هولندا، على خاطر الحاجه اللي موجوده لهنا مش موجوده في حتى بلاصه في العالم، لانه يعني فما نساء قاعدين في الفيترينات ويبيعوا في الجسد نتاعهم. يعني حاجه والحاجه اللي تميز الريد لايت ستريت هذا اللي في الليل كله بالاحمر انه صادم، يعني مشهد صادم تشوفوا، لانه ريت الفيترينات هذوكم الكل فيهم نساء يبدو بريسك عريانين ورجال يبدو متعدين من هنا، واي واحد يحب يرقد مع مراه جوست يدق عليها البيت بيعطيها 100 يورو ويرقد معها. معناها كيما ما عرفتش كنت تفرجتوا في الافلام تاع الثوره الفرنسيه والافلام كيما كيكا، معناها اي واحد يحب يرقد مع مراه قال يحط لها الفلوس فوق الطاوله ويخرج. يعني حكايه الدعاره يعني موجوده من اول الدنيا، معناها من اقدم الخدم. لكن بالمشهد الصادم هذا في امستردام، يعني فيترينات هذو كلهم ملونين بالاحمر ونساء كلهم غادي والعباد تبدا متعديه، يعني بالحق مشهد صادم، حاجه مش طبيعيه ومش عاديه. ذاك علاش تعتبر معناها من واحده من المعالم معناها تاع امستردام. لكن فما برشا عباد لهنا بالطبيعه هجرت الديار نتاعها، فما برشا عباد كرت الديار نتاعها ولا باعتهم اصلا، على خاطر مادام الحي هذاك ولا كيك خاصه في الليل ما تنجمش تعيش فيه اصلا. والحاجه الغريبه جدا زاده انه الفيترينات هذوكم في النهار اوفيسز، معناها نجم نكون انجينير في المديك نمشي نخدم الصباح غادي، في الليل الاوفيس نتاعي تتكرا المراه فهمتني، وفي الصباح نمشي نخدم نلقى كل شيء نظيف كل شيء مريقل ونمشي نخدم على روحي. حصيل هولندا عارفينها وفلوس هولندا. هولندا مش عاديه، حسينا مش عاديه، لكن كل شيء منظم لهنا الحقيقه، كل شيء منظم. يعني فما ديما سيكوريتي بالنسبه للنساء ذوكم، فما كاميراوات في البلايص الكل، فما ممنوع انك تصور تبع السكس وركرز، هذه حاجه طبيعيه جدا. يعني حاجه صادمه وكهو، حاجه شوكي، اقسم بالله شوكي وكهو، حاجه تخوف اصلا، حاجه تخوف، لانه معناها النساء ذوكم كيفاش راضين بالحكايه ذيك، وكيفاش فما برشا منهم بالطبيعه ما همش راضيين بالحكايه هذيك، فما برشا منهم قاعدين يستغلوا فيها مع الحاجات هذيك. هذوما في الليل لهنا الريدوات يتحلوا والو فيهم نساء والعباد تتعدى من هنا حسيلو. وهكذا شباب انتهت رحلتنا من البلد رقم 24 هولندا. ان شاء الله يكون عجبكم الفلوج. لايك and subscribe and see you in another country. سلام.